مرحبا. مرحبا. أهلا. أنت اليوم قاعدة مع اثنين خطيرين جدا، وما راح تطولين عد واحد اثنين ثلاثة وكل شيء حيكتبوا لك على الكومنت صحيح. شوف الكومنت بيكتبوا لك ايه هلا دلوقتي. وعلي صوتك أنا عاوز أسمعها. السلام عليكم. لحظة خالة لحظة، بلا سلام، خليني أعمل لك ميوت. لحظة. اعمل حقك مش شايف. شوف ايه. السلام عليكم. بدك تلعب ولا ايه؟ بنلعب. تعرفني انا مين ولا لا؟ لا هسه متعرف عليك. اقرا الكومنتات. اطلع. هذا حرك المصحف. الو. اطلقوا مسب واطلع هذا الشرموطه اللي حرس القرآن. يلا باي. جد انه اخو شرموطة. صدق الله العلي العظيم. بس خواتك. هاي. شلونك؟ الحمد لله. من وين؟ الجزائر. اهل الجزائر، والنعم والنعم. نلعب ولا لا؟ لك سؤال. جواب. انت عراقي؟ انا عراقي نعم. مسلم؟ لا، اللي تقريب الكومنتات هو صحيح. لا لان انا اعرفك، مش اللي اقرا بالكومنتات، يعني بس شفتك عرفتك. جيد، حلو. اي. شو راح تلعبين ولا تنزلين؟ لا ان شاء الله تموت في اسرع وقت ان شاء الله. شلون؟ صبحك الله بالخير حبيبي، يا الله بالخير يا بطيء. العلوم، وش الاخبار؟ من وين انت؟ من وين؟ ابها. من وين انت؟ من ابها. وين صاير ابها؟ في الجنوب السعوديه. سعودية. نعم. تعرفني ولا ما تعرفني؟ والله ما اعرفك الا بسلامتك. حبيبي الله يسلمك. اقرا الكومنتات بلكي تتعرف عليه. نبيه. اقرا الكومنتات بلكي تتعرف عليه. هذا يقول هذا حرق القرآن. بالضبط. ليش يا اخي؟ نلعب جولة عن بلكي تفوز علي. انت مسلم وانا حرقت القرآن. نلعب جولة. يلا. بس ليش تحرق القرآن؟ راح اقول لك ليش. يلا، انت مو مسلم، يلا فوزني. تقدر تفوزني؟ اقدر افوز عليك؟ ايه. ليش؟ يلا فوزني، انت مسلم. حرق القرآن في السويد. ايه يا اخي والله ما ادري ايش اقول لك. يعني انت واضح من وجهك انك طيب وذو اخلاق عاليه. لك حبيبي انت، والله بشرفي انت حبيبي. يعني ليش تسوي كذا؟ يعني مو انا بسألك سؤال، يعني ليش سويت كذا؟ راح اجاوبك بعدين. راح اجاوبك. خلينا نخلص اللعب ونجاوب لك. وين داعمين؟ شو ما عندك داعمين؟ لا والله ما عندي داعمين، انا ادخل اسولف واطقطق وارحب يا راعي السوسو. بشرفي انت انسان عظيم ومساعد. الله يجعلني فدوه. ما ارحب يا راعي السوسو، الله يجعلني فدوه. حبيبي اروح لك فدوه. حبيب قلبي انت والله، بس انك ما علمتني يعني. راح اعلمك، راح اقول لك. شكرا رودي، شكرا. تفضل يا عبادي. ارحب يا راعي السوسو، ارحب مليون. كل اعلام البلاد حرقتها، بس السعوديه ما حرقت. ليش؟ ايش؟ كل اعلام العراق حرقت قدام السفاره العراقيه، وحرقت اعلام اخرى. انا اسالك، انا اسالك سؤال، يعني ليش؟ يعني ايش السبب اللي خلاك تحرق القرآن؟ كتاب خطير جدا. اليوم حتى ابن الملك تبعكم اليوم عم يلغي كتير امور خطيره بالسعوديه، وعم يسويكم شعب ديمقراطي. شكرا جانا، شكرا حبايبي. لا تتكلم عن السياسه، انا اخليك خارج السياسه. انا اتكلم الحين، انا اتكلم معك في القرآن. بس انا بحبه. شو اسمه ابن الملك؟ انا بحبه. شو اسمه؟ من قصدك؟ شو اسمه هذا الشاب اللي هو
ابن الملك سليمان لو شو اسمه ها سلمان. ايه بحبه حبيبي. لين ديمقراطي. خلينا من هذول. انا اسال القرآن. ايه اسمه محمد بن سلمان البطل. بتحبوه انت ولا ما بتحبوه؟ يا جماعة ما عليكم، يا جماعة ما عليكم. ابوي ايش اسمك انت؟ انا اسمي سلوان موميكا. والله نعم. حبيبي. طيب نتكلم عن الرياضة. ايش رايك في كرة القدم؟ اكره كثير كرة القدم. نتكلم عن الفلسفة يلا. لا بدون فلسفة. انا ما اتفلسف، انا احب كرة القدم، احب. طيب الالكترونيات، ايش رايك في الالكترونيات؟ ما عندي اي معلومات عنها او اي شيء عنها، لا هي لا كرة القدم ولا عندي بالتاريخ، عندي بالفلسفة، بهذه الامور. ما شاء الله. عندي خبرة بحرق القرآن عمين، يعني صار 3 مرات، وهلا يوم 12 بالشهر عندي مرة اللوخ. الله يكفينا الشر. الله يكفينا ويرجع لك عقلك باذن الله، انه يرجع لك قريب. لك حبيبي، لك هذا الانسان المسالم. شوفوا شكرا ضغطوا، شكرا حبيبي رودي، شكرا. هذا الانسان المسالم يستحق الاحترام، هذا الاخ حبيبي. شلونها سعودية؟ حلوة ولا لا؟ ها؟ سعودية حلوة ولا لا؟ حلوة والله، زورها، تعال زورها. يذبحوني شو بزورها؟ ها؟ يذبحوني شو بزورها؟ والله شو نسوي، والله كل اسلوبه يا بعدي. لو اسلوبك كويس مع الناس صاروا كلهم كويسين معك. انت لازم يكون اسلوبك محترم ومثقف مع الناس، وتحب الناس اجمعين. بس انا بحبكم ترى يا اخي. والله اللي تحبه. المسلمين ليش ما فوزوك؟ ليش ما دعموك؟ ليش؟ ما هو كل شيء بالدعم يا حبيبي، ما له دخل. المسلمين يدعمونك، المسلمين مدري وشو، ما له دخل. ما له دخل. الدعم محبة، الدعم مو قصة انك سعودي لازم ما له دخل. والله انا قلت سعودي ما راح اطلع سالم من عندك، لانه قلت راح اطلع 0 بالنسبة لك، لانه سعودي كلها مصاري. لا حبيبي فيصل، حبيبي شرفت بمعرفتك يا غالي حبيبي. شرف. تحياتي لك. أهلين مرحبا. كيفك؟ وعليكم السلام والرحمة. وعليكم الهلا. من فين أنت؟ من وين أنت؟ أنا من المغرب، أنت من فين؟ أنا من السويد. إيش هذا؟ دقيقة بالله بس أربط هذه ثواني، لأنه نلعب ولا لا؟ سلوان، تو حركة القرآن؟ بلي أنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. نلعب له لا؟ أوكي. قبل ما تتعرفين عليه ولا؟ شلون؟ نتعرف. شو بدك نتعرف؟ اقري الكومنتات شوي. لا تلعبي معه، انزلي. ليش؟ بدك ليش تنزلي؟ اسمع. انت من وين؟ انت شو عامل حارق القرآن؟ ايه. نعم؟ ايه نعم. احلف. انت شلون احلف؟ انا بشرفي احلف، انا ملحد ما عندي شيء احلف فيه، احلف بشرفي بس. اسمع، اللي ما عنده دين ما عنده شرف. يلا على وجه انقلع. شلونك؟
الحمد لله تمام. من وين؟ من مصر. أصل أنا مش قاعدة كتير هنا. أنت من وين؟ أنا من السويد. جميل. هو ليه كومنتات عندي مش مبسوطة منك في حاجة ولا إيه؟ أن هدول أعداء الإنسانية، هدول كلهم. نلعب ولا لا؟ أكيد نلعب، يلا. يلا. بس يعني مش فاهمة ليه خليهم ينقلبوا ضدك بالشكل دوت. ماشي. كل يوم هم ضدي، كل يوم. لا حول الله يا رب. طب ليه ما حاولتش تفقوا ايدك؟ طيب ايوه اوكي ماشي خلاص. انا مالي يا مصر العظيمة، أنا بحبكم يا مصريين. انت سويتي، وايه اللي مخليك تتكلم عربي؟ يعني عشت في بلد عربية؟ أنا أصلي من العراق، ولكن بحب نوال السعداوي وبحب شريف جابر. بس دول مش مصريين. لا ما مش لازم يحب مصريين، هو بيقول على ناس تانية. كيف مش مصريين؟ نوال السعداوي الملكة كيف مش مصرية؟ نوال السعداوي يعني ما ازاي بتجيب؟ طلعت في ايه وغنت في ايه؟ ما فيش حاجة اسمها نوال السعداوي مصرية، ما فيش. ما فيش نوال السعداوي؟ اسأل الناس اللي عندك. كيف اسأل الناس اللي عندي؟ هذول يلا شباب نوال السعداوي الكاتبة والمفكرة والفيلسوفة، تعرفون؟ لا ما انا ما لا استنى سوري معلش، انا ما وصلتش لمرحلة الكاتبة والكلام ده. لا انا مفكرة مطربة ممثلة، لكن انا ماليش في الموضوع ده. لا هي مفكرة وفيلسوفة. ايوه يا جماعة، الدبل 30 وردة من فضلكم. 30 وردة. ما عندكم داعمين؟ لا ممكن نفتح الدبل؟ ما بعرف كيف. اوكي يا جماعة. شكرا. كبرت يا شباب. جماعة بدل 29 وردة، يعني لو ألبوم كده ولا 3 شكرا ضاغطهم، شكرا حبيبي. مش حاجة معلش عشان بس ثانية واحدة. هو ايه آخر فيديو اللي عندك دوت؟ ايه قصته عشان الناس اللي عندي عايزة تفهم؟ شو؟ ايه قصة آخر فيديو عندك؟ أنا بقدم محتوى فلسفة وتاريخ. يعني هما المسلمين في أنا كمان مسلمة، فأنا مش فاهمة. أنت حرقت القرآن؟ أيوة. طيب هسألك سؤال، نتفاهم ولا ما عندكش قابلية التفاهم؟ شلون بتفهم؟ أنت قارية القرآن حتى نتفاهم؟ بص، من غير ما أنت تغلط، طالما أنا ما غلطتش وأنت ما تعرفش. ما غلطت، قلت لك أنت قارية القرآن. قريت منه حاجات وحاجات بصراحة، عشان أنا برضه مقصرة. موضوع قريتي في القرآن أو ما قريتهوش، اللي بيحاسب هو ربنا. أوكي؟ إحنا هنتكلم على معلومة عامة. هل أنا أقدر أمسك الإنجيل وأحرقه؟ لا. أنا مش مسيحي، أنا ملحد. طيب ولا لما تكون إيه باللازم؟ أي كتاب أنت تقراه أنا مالية دخل بيه، أي عبادة أنت تعبدها أنت حر. إيه بقى اللي خلاك تعمل ده؟ في ربنا بيحاسب، فأنا ماليش فيه. اوكي؟ انا مش ضد اللي انت تكون زي ما انت بتقول، انا مش ضده، بس انا ضد اللي انت تحرق قرآن وبعدين انت بتقول هو ايه مشكلته معاك؟ يعني هو انت ايه اللي مزعلك في الموضوع؟ عفوا هذا الموضوع، بدي اسالكم، بدي اجي لمصر، اي مدينة سياحية تنصحوني اجي؟ شكرا ضغط. ما تحاولش تغير الموضوع لسبب واحد، لان انا عايزه افهم. الناس اللي عندي عايزه تفهم، وهي لما دخلت على صفحتك حبت تفهم. ممكن يعني انت لو عندك معلومه تفيدني انا كمسلمه، يمكن تعجبني، يمكن دماغك تعجبني، فانا عايزه افهم. يعني انا عشان فكره ممكن اقول كلمه، فقول لي انت. ممكن اقول كلمه لما هو يرد عليا؟ لا انا هقول كلمه. انت يعتبر هنتني اول ما قلت انت تعرفي ايه قريتي في القران، انت خدت باللبس، يبقى انت برضو انسان مش بتاخد غير القرآن. لا مش باللبس. صح يا جماعه؟ انا هستنى رد. تاني حاجه، انا كان ليا اصدقاء هنا على الابلكيشن زي حضرتك بالظبط، ومع ذلك كنا اصحاب جدا، وكنت بدخل لايفاتهم وكان بيني وما بينهم خاص. انا برضو مش فاهمه انت ايه المشكله اللي حصلت معاك، لو تحكيها لي بس. خلاص انا قلت اللي عندي. يعني انت ايه مشكلتك معاه؟ مش فاهمه.
المشكلة مع القرآن هي القرآن يحث للقتل والكراهية والعنف، يدعو للقتل. فأنهي جزء يعني أنت إلك تاخد الخط لازم تكون متأكد. في سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا اليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب حتى يدفعون جزية عن يد وهم صاغرون. سورة الأنفال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم بخلاف ذلك. وأيضا القرآن يضع المرأة والكلب الأسود والحمار في خانة واحدة ويقول عنهم يفسدون الصلاة. وأيضا القرآن ينتقص من المرأة ويقول عنها ناقصة عقل ودين لا تصلح فقط. يعني ايه بقى ناقصة عقل ودين؟ انا هاخد واحدة معاك. ناقصة عقل يعني انت عقلك فيه نقص. نلعب بعد؟ يعني انت عقلك مش ناضج، مش تمام، يعني حتى شهادتك. انت خدت الاسباب بتاعت الست اللي بيخليها ناقصة عقل ودين؟ لا اسبابها في اسباب مثلا عشان الدورة الشهرية، في اسباب حاجات كتير قوي، عشان العاطفة اللي عندها بسبب الأمومة تخليها اللي ممكن لا العاطفة شيء. الست أبدا مش ناقصة عقل، الست هي أكثر من نصف المجتمع. هذه واحدة. اثنين، القرآن يضع المرأة والكلب الأسود والحمار يقول عنهم يفسدون الصلاة. يعني ما علاقة المرأة والكلب الأسود والحمار؟ هذه ما بقبلها أني كسلوان مدافع عن المرأة، ما بقبلها. وادعوكم أنتم كمصريين أن تفرجون لقاءات لنوال السعداوي لحتى تعرفون حقيقة القرآن. نوال شعرها أبيض اللي ماتت؟ هاي حبيبة قلبي. هاي الأجزاء الجيدة في القرآن. يعني هو مثلا أنا قصة عقل ودين، أنت ما شفتش التفسيرات؟ شفت التفسيرات وكل شيء شفت. أنا قارئ حتى الطبري، صحيح البخاري، قارئ المسلم. طيب إحنا نسأل سؤال. هو أنت كنت الأول دينك إيه قبل ما أنا كنت مسلم سابقا وتركت الدين. طيب انت حر. انا ما عايز كده في اي قرار انت اتخذته. ما انا عايز زي ما انت محترمني انا محترماك. مش يا ماما اول ما دخل قال لي لما استناش قال لي وانت قارئة قرآن يا ماما ما احترمنيش. ما علينا. لا يحترمني الاول. ثانية واحدة. لا هو اكيد محترمك، اي حد محترمك وعلى راسي. هو على راسي. طيب المهم انا برضو مش فاهمة، انت حاجة مش عاجباك ليه ما تركتهوش في حاله ورحت انت اتخذت الطريق اللي انت حبه وما حرقتوش؟ ليه هنتوا؟ ما بيصير طالما انكم تشاركوني الحياة على نفس الكوكب. انتم تعتنقون فكر يدعو لقتلي. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله. انا سلوان وملايين مثلي لا نؤمن بالله ولا نحرم ما حرم الله ورسوله. حد كان اذاك دلوقتي؟ حد كان اذاك؟ نعم الثاني، وقتلونا بالعراق، هجرونا، اخذوا انا واليزيدي والأثوري. هو قرارك، بس انا ليا كلمه. انا لو حاجه مش عجباني ما بجيش جنبها، بغيرها على انا كمان. ولكن هذه الحاجه لو كانت تضرني. نعم حضرتك، انا لو دلوقتي عندي كرسي في البيت، كرسي، بص بديك مثال، سوري للتفسير بس انا بديه كده عام. لو عندي كرسي في البيت مش عاجبني هاخده اولع فيه، ولا هاخده ارميه او اديله بتاع الربابيكيا او اركنه لجنب حد عايزه؟ انا بفهمك يعني على حاجه تافهه قوي. اكيد مش همسكه اولع فيه. اوكي انت حبيت توصل معلومه مضايقاك بس انت وصلتها زياده عن اللزوم، اثرت الجدل، وانا مش هقول لك تتحاسب ولا لا لان ده ما يخصنيش، ده يخص ربنا ويخصه. اكيد. والله اعلم برضه انت على ما حكيت انت شفت ايه، بس انا مش معاك في فكره ان انت مثلا تأذي الكتاب علشان اللي حصل. انا لو دلوقتي دخلت قريت في التوراه وحاجه ما عجبتنيش زي ما هو كده اقوم جايه قافله وحاطه في مكانه. انت بس انا لا، انا ما يعجبني في طالما هو ملكي كتاب. من غير ما تصور. طيب بس لحظه، طالما كتاب ملكي انا مشتريه بمصاري. انا حر اعمل به ما اشاء. طب ليه حرقته قدام الناس؟ ليه ما حرقتوش بينك وبين نفسك؟ انا ما قلت للناس تعالوا، انا طلبت مظاهره وطلعت مظاهره لحالي. انت بتقول كتاب وملكي وانا دافع فيه، انت ما ينفعش في مسلمين تانية مش هتتحمل كلامك دوت. انا عن نفسي ما احبش اتعامل كده على ديانتك. انت لا دين هو حر فيه، ما احبش اتعامل على تفكير.
انت بتتكلم على علم كتاب كتاب جايبه مثلا كتاب طبخ، مش بتتكلم على كتاب من الاديان. انا بتعامل على ان انا محترماه. بص انا بحترم كل الاديان. انت سالتيني ليش عملت هذا قدام الناس، انا ما قلت للناس تعالوا للموضوع. انا واحد انا بس لحظه انا عن نفسي اخترت المكان اللي اعمل به اللي بدي اعمل، والناس لحالها اجت، انا ما طلبت من حدا يجي. واستفدت ايه بقى لما مثلا حرقته؟ اخد شهرة. شفتي؟ اخدت شهرة ترند. يا حبيبتي انا مشهور قبل هذا بكتير. انا انت اتشهرت شهرة وحشة. اقول لك ليه؟ لازم نحترم كل الاديان وكل البشر وكل الحيوانات. هلا انا بدي اسالكم ماذا ستفعلون بي لو وقعت بين ايديكم؟ ولا حاجة. والله العظيم انا دلوقتي فعلت فيك ايه؟ وحياة كتاب اللي انت حرقته لأكلك وأشربك وما اتكلم معاك في سيدنا محمد كان بيضيف صاحبه اليهودي. انا مش سيدنا محمد، انا هتكلم عن نفسي. انا ما اجيش شبشب ولا حاجه عن سيدنا محمد. هعتبر ان انا يا سيدي كده. يا سيدي انت مش مصدق؟ انا بحترم كل الناس. مش هأذيك، انت ربنا هو اللي هيحاسبك. انا مش انت مش عايز تفهم بجد اللي انا لو قابلتك ماليش دعوه. ولكن هذا الشيء بالقرآن ممنوع، لازم تقتليني بالقرآن. لا هو كان بيحرقك يعني حرقك قوي للدرجه دي يا راجل؟ الكلام كلام ايه؟ لا بيه انت حر في نفسك وانا حره في نفسي. وانا لما انا يا عيال مش دايما بقول لكم انا بعامل الناس على طباعها. انا مش بقولها في كل لايف. الناس اللي بتكتب لي انت ما شفتش كان سيدنا محمد بيعمل جيرانه ازاي؟ استني انا يا حبيبي انت انا سالتكم ما جاوبتوني. بدي اجي لمصر، بدي اي منطقه حلوه برايك يعني مش هتيجي ازاي بقى؟ ما انت خايف اهو. ده انت بتكلمنا انت المصريين لو شافوك انت عارف ان انت هتتأذى. بص لا الله اعلم الله اعلم. انا عندي انت هتنزل مرجع شعرك على ورا ولابس سلسله وشورت وتقلع النضاره دي وتحلق السكسوك وتضرب واحد تاني اسمه تين. ده بيت تان اعمل نفسك من بنها كده بقى ايه بقى وتقوم ده ايه وكده ما حدش هيعرف. اوكي يلا شكرا. وانا تشرفت بمعرفتكم. شكرا وليلة سعيدة لكم.